أصدقائي، حبيبكم وصديقكم، أوريكم إنه كذاب ابن كذاب. هذا الذكاء الاصطناعي كذاب، يكذب على نفسه. هو بده ينصح نصراني ثاني برمجي يقول كذا وهذا يقول كذا. لاحظوا كيف قدرته وكيف سئلته. لاحظوا ما قال له. قال 4500 تصرف أكثر من 3500. تمام. قلت بين على جنب وغدرته. قلت له لماذا السيارات القديمة تصرف أكثر من الحديث؟ وهو تفلسف لي. كذاب أبو مسرع انتقض وفلسف. كنت تفهموا يا مهندسين؟ مش كل ما قال لك النصراني كذا أنت معك عقل، ما عاد تشيل لا على عقلي الذي هو صح، بس يكون عقلي صح، مش عقلي يتفلسف غلط واضحك على الزبون المسكين. لاحظوا. تمام. هذا أنا ما تنازلش بسير الذكاء الاصطناعي ولا تنازل له، لأني داري به، وأنا لي الفقر يمني وبنتكلم بلغة على قدرنا، بعضنا البعض دارجة. تمام. وهذه المحاضرة هي لنا احنا، ما بنقصد الخارج ولا أنا في عوزتهم ولا هم في عوزتي. تمام. بس ايش اضطريت حسب الفلاسفة اللي يقول إليك وهذاك يقول له لا الجديد هذا ما يعرف يهندس يا رجال. أتيت لكم الإثبات إن أنتم أتوقعوا مغلقين طبلوا، وهذا الإثبات يأيد كلامي. الذكاء الاصطناعي هو صحيح بأن 4500 تصرف أكثر من 3500. تمام. وقلبت له الذي برمجه النصراني الثاني القديم ليش بتصرف أكثر من الجديد، وتفلسف. بدل ما يقول زي ما أنا بين أقول السرعة تختلف، لأن هذيك بطيئة بتقول بتروح، وهذيك سريعة وبتنجزك. ما رضي يجاوب لي بالسرعة زي ما أنا قلت لكم. دخل لي التآكل والجدتي وين بين والهواء والفيسفيس والكربيس. خبر باطل. أنا بنترقب الثلاثة دقائق. المهم لاحظوا في وجهي ندي لكم محاضرة فنية من دون الاختراعات، من دون الإنتاجات. كما أحبكم الذي بتقولوا تروح استمر، أنت كف، أنت عبقرينو، أنت مدري ما. لو أنا أخبل لاستحي ولا أنا داري إن أنتم أذكاب بتدوها وسط فيه، الآن أنا داري بنفسي. الهدف من هذه المحاضرة لكي تكون واعي، تفهم الشيء بأصوله، ومش شيء يجي من عند النصراني خلاص